الو اتفضل. الو. ايوه اتفضل. صار لي ايام اطلبك من الجزائر وما ترد. اتفضل يا اخي. ليش يعني؟ اتفضل. ولدي ردود، اضطريت يعني ان اعمل ردود على قناتك. اتفضل. وبعض حضرتك سني ولا الاشكالات اثنى عشر؟ التي شوف ما هي السنه؟ حضرتك ما هي يعني السنة؟ حضرتك شيعي عرف ولا لي مين؟ السنه يا اخي، عرف لي السنه حتى اقول لك ما السنه وما الشيعة. هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه ومن تبع الصحابه اتباع النبي والنبي والصحابه. صلى من الله عليه اعطاك وسلم الى هذا يوم التعريف الدين. للسنه؟ من اعطاك هذا التعريف للسنه؟ لا انا ما اعرفش، اتفضل عرفني. ايه يعني لما تستنسخ النبي، لما تستنسخ تجعل منه نسخه، وتلك النسخه يلتحفها 1000 صاحب راي ليقوم مقام الناطق عن الله تعالى كانه نبي او رسول. تعتبر ذلك سنه؟ ما هي سنه الله في الذين خلوا من قبلنا؟ ايوه وبعدين بقى كمل. ما هي سنته؟ يا باشا ما خش هي في الموضوع. سنة الله؟ سألتك يا استاذ أخي حتى نخش في نعرف ما الموضوع. السنة. يعني انت حضرتك جاي ليه حتى طيب؟ نعرف ما السنة. يا باشا أنت انا ما عندك اعرفش، اسمع انا ما اعرفش 10,000 السنه يعني ايه يا باشا. خلاص شوف إيه شوف انت بقى ايه اللي عندك السنه؟ ايه السنه؟ شوف يا مقلد، أنت تعبد الله بآراء الرجال. فقه مالك يرى مالك، يرى الشافعي، ذهب فيها أحمد، قال فيها البصري، خالفه الثوري. أمر الله صار شورى بين حضرتك بتعبد الله بايه؟ ماشي يعني سيبك مني انا، سيبك مني انا، سيبك مني انا على السنه حتى يا استاذ. سيبك مني انا يا عم، انا غلطان لك. سيبك مني انا يا عم، سيبك مني انا، سيبك مني انا. انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم سيبك مني انا، يا عم سيبك مني انا. ماذا؟ سيبك مني انا. نعم. اتركني انا. انت بقى كيف تتعبد الله عز وجل؟ كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم خلاص، عرف لي السنه بتقليد اهل يا عم خلاص يا عم خلاص غلطان لك. كانوا يعبدون الله بالتسليم. انظر يا عم انت بالع راديو ولا بالع تسجيل؟ يا عم خلاص يا باشا خلاص. انت بقى حضرتك انت دلوقتي اسمعني بس، اسمعني لو سمحت اسمعني. اي نعم يا عم اسمعني. كيف اعبد الله؟ يا عم ارحم دماغك شويه اسمعني لو سمحت. نعم لو سمحت. كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت كيف تتبع القرآن؟ تفضل. كيف أتبع القرآن؟ القرآن لم يعد لدينا من القرآن إلا رسمه. يا عم سيبك من الرسم دلوقتي وسيبك من الفلسفة الكذابة. أنت الآن كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن؟ سيبك من أفعال البشر دلوقتي. أنا بكلمك أنت. انظر الإسلام. شوف تعريف الإسلام أولا هو التسليم لأنبياء الله ورسله المكلفين المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى. هذا هو الإسلام. يا أستاذنا احنا مش في حرب تعريفات دلوقتي. انت الآن كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتبع القرآن؟ النبي مات، انت تتبع الآن الفقيه يا أخي. النبي مات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تستنسخ النبي. أنت الآن استنسخت. يا عم سيبك مني أنا، أنت سيبك مني أنا، سيبك مني أنت، أنا سيبك مني أنا. اعتبرني مش في الحزب، أنا مش في الحزب. أحمد عن أي سنة تتحدث يا باشا سيبك مني أنا. لا إله إلا الله. وكل محدثة بدعة. يا عم يا عم أنت دخلتني في الدنيا كلها يا أستاذ. أنت كيف تتعبد الله عز وجل الآن؟ أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ نعم دعني أفهمك تعقل يا أخي. الإسلام كان التسليم لنبي الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك شخص النبي. نعم حتى أعرفك. اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اسكت يا أخي، اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اقرأوا له يا إخواننا سورة. اسمع، حاول أن تسمع يعني. اقرأوا له سورة آية الكرسي. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا عم أنا بسألك أنت يا عم. سيبك منا، احنا غلطانين. أبوس دماغك. احنا غلطانين يا عم، وكل أفهامنا كلها غلط. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ احكي لي عن نفسك انت شويه. لا اله الا الله. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. احكي لي عن نفسك انت شويه. شوف النبي انتظر. بدأ الاسلام غريبا وسيعود مثل يا ابني انت حافظ كلمات يا ابني، وانا حاطط فلاشه في الكمبيوتر شغاله. يعني حاول ان تفهم حتى تعرف ما هي. يا استاذ انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ انت حالك الان كيف تتعبد الله عز وجل؟
ما شأنك بي؟ أنا أحاول أن أعرف الحق من الباطل. لا إله إلا الله. طب أنت بتحاول إزاي؟ يعني أنت بتحاول إزاي؟ يعني الحق يتعدد. اديني يا عم خلص عشان ما اقفلش عليك والله العظيم. خلص. هي مش ناقصة جنان. تسمع. مش ناقصة جنان. أنا مش ناقصة جنان. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ صلاتك خدتها إزاي؟ طب بص يا حاج، بص يا حاج، أنت راجل كبير وأنا مش عايز فأنت بتصلي إزاي؟ يعني أنت أخدت الصلاة منين؟ أحكام الله. أخدتها الله تعالى لا تقتصر على طقوس وعبادات. يا عم برضه أكلمه يا أستاذ. مثال، أنا بديك مثال. الصلاة في كل أمر. يا أخي انتظر يا أخي، حاول تفهم يا أخي، حاول تفهم، دعني يتحدث. يا ناقصة جنان. ده راكبه مليون عفريت، مش عفريت واحد. تيجي له يمين يجي لك شمال. اقول له انا غلطان يا عم في التعريفات. انت تتعبد الله عز وجل كيف؟ ما فيش، عامل زي القطر بيعدي وخلاص.